اهلا بيكم في محاضرة جديدة من محاضرات MK Front End Academy. النهاردة ان شاء الله هنبدأ اول تطبيق عملي على الريجكس اللي احنا خدناها ان شاء الله، وهنعملها على فورم صغيرة كده عملناها مختصرة مختصرة جدا، عبارة عن اسم ورقم التليفون والايميل. وهنعمل انهانسمنت لشوية عناصر كده جواها علشان نبدأ نعرف كل التفاصيل اللي ممكن نشتغل عليها على مشروع حقيقي. طيب يلا بينا نبدأ مع بعض. طيب انا هنا بكل بساطة عملت ديف كبيرة هي اللي شايله كل العناصر، وعملت ليبل وعملت فيه انتر نيم، وعملت الانبوت بتاعي وعملت له بليس هولدر، وادي السبان. عملت سبان فاضيه ما فيش اي حاجه فيها، لو كتبت حتى الو اتكتب عادي جدا، انا بس سايبها فاضيه. تمام. و كررت نفس الكلام ده كله اكتر من مره، وادي البليس هولدر والانترفون، وادي السبان، وادي الانتر ميل، وادي السبان، وعملت باتون في الاخر اللي هو ده. تعالى كده نعمل بس زوم اوت بالشكل ده. خلاص. تمام. وعملت له شويه ستايلنج. عملت البادي باك جراوند، وعملت للديف انها تبقى ديسبلاي فليكس، والفليكس دايركشن بتاعه كولوم، والويتس بتاعها 80%، والبادنج 50، والمارجن اوتو علشان تبقى في النص بتاع الصفحه. تمام. ودخلت على الانبوتس نفسها وعملت لها مارجن وبادنج، وعملت لها كمان بوردر ريديوس عشان تبقى يعني تحس كده انها مش مدببه قوي من الاقواس. وعملت لها الفون سايز لارج. ممكن انت كمان تديها اي حاجه انت عايزها، ممكن تديها مثلا 20 بيكسل براحتك خالص، عشان بس كده لما نيجي نكتب جوه تبقى شغاله بشكل حلو ومنمق. تمام. وعملنا برضو للليبل، عملنا له فون سايز 32. احنا ممكن ده نكبره نخليه مثلا 40 ويظهر معانا شويه. وعملنا له align center align item center. ممكن كمان نعمل له text capitalization عشان يبقى كابيتال لتر في اول حرف منه. تمام ماشي. والبوتوم عملنا له شكل بسيط جدا، عملنا له فون سايز، وعملنا له ويتس يبقى 50%، وعملنا له مارجن اوتو عشان يجي في النص. آه ممكن برضه ده نعمل له 32 بكسل. تمام. طبعا ده شكل بدائي جدا يعني، بس اجمالا هو ده الشكل العام اللي انا عايز اخليه يطلع معايا. خلاص. نقلل ده شويه، نقلل ده كمان شويه. وعملنا له برضه بوردر ريس، وعملنا له بادنج وباك جراوند كلر وكلر وترانسفورميشن، تكست ترانسفورميشن ومارجن توب عشان يبقى بعيد عن الاحرف والشكل بتاع الايموت بتاعنا. تمام. اوكي. وعملنا للسبان هنا شكل بس بسيط جدا، عملنا لها ان هي فونت سايز، وعملنا له كمان كلر للريد عشان يبقى لونه احمر. خلاص. ده كده كل حاجه خاصه بالستايلنج، كل حاجه خاصه بالانبوت. بص انا هنا ما اديتش اي دي لكل ديف ولا لكل انبوت. انت تقدر طبعا تديها اي دي عشان تبقى افضل بالنسبه لك. تعالى كده نعملها اي دي، وادي هنا نكتب مثلا input name، وادي الانبوت التاني نعمل له اي دي، نكتبه مثلا فون input، ونعمل الاي دي التالت نعمله ميل input. تمام. والبوتون ممكن كمان نديله اي دي ونسميه بي تي ان. خلاص. طيب اول حاجه عايز ابدا اعملها، عايز ابدا ان انا امسك العناصر دي كلها في الجافا سكريبت. تمام. مش هتفرق مكانها فين، خلينا نكتبها حتى فوق هنا. edit name input equal document dot get element
باي اي دي، نسميه نيم انبوت. رجع حتى نكرر الثلاث حاجات دول، وادي الفون انبوت. ونعمل ده ميل انبوت. تعالى بس نتأكد ان احنا ماسكين العناصر. ادي لوج، وادي نعمل النيم انبوت. تمام. تعالى نعمل الفون انبوت. ممتاز. تعالى نعمل الميل انبوت. ممتاز كده، ماسكين كل العناصر بتاعتنا ومتأكدين انها كلها تمام. خلاص، وادي نعمل الليتر الأخيرة اللي هو البي تي ان اللي هو الزرار بتاعنا. وادي دوكيمنت برضو دوت جيت element باي اي دي، وندي له بي تي ان. تمام. وادي برضو لوج زي التأكيد، نعمله بي تي ان. سيف. طيب ماشي، نسينا بس نسيف الأول. ماشي كده، كله تمام ومسكنا العناصر والحمد لله كله تمام. طيب تمام. وكده كمان برضو هنبدأ نعمل ادي let والسبان بتاعتنا عشان نكتب فيها كلام. وادي document دوت query selector all، احنا عندنا اكتر من السبان. وادي السبان بتاعتنا. تمام ماشي. طيب ايه اللي انا عايز اعمله؟ انا عندي دلوقتي، خلينا نمسح المسافات دي كلها. انا عندي الريجكس خلاص موجود معايا. فالريجكس ده انا عايز اعمل له تيست على الفاليو اللي بتيجي من الانبوت. خلاص كده. فبكل بساطه يبقى انا هعمل او الفانكشن بتاعتي هتبدا تفاير امتى؟ لما تبقى عندي انبوت. طيب في حاله الانبوت يعني مين لسه بيدخل البيانات. تعالى كده نجرب الاول وهقول لك ايه الاصح منها. تمام. تعالى كده نشوف. ادي النيم انبوت دوت اد ايفنت listener، وهقول له on input اعمل لي فانكشن. ايه الفانكشن اللي عايز اعملها؟ اول حاجه عايز اقول له تيست على الفاليو اللي جايه لك من الانبوت ده. خلاص. طيب بدل ما اقول له يعني تيست على طول، لا انا عايز اخلي كل حاجه في متغير لوحده. فانا هقول له ادي let، ادي النيم انبوت او النيم فاليو ايكوال النيم انبوت دوت فاليو. يبقى أنا كده مسكت اول عنصر، وهقول له let is valid، ولو هو valid equal، ده هو بقى اللي هيعمل التيست بتاعي. خلاص. ادي النيم انبوت. انا اسف، احنا المفروض نعمل الريجكس الاول. فادي النيم ريجكس دوت تيست، وهيتست على ايه؟ على النيم فاليو. تمام كده. طيب وعايز اقول له كل ما اعمل الحاجات دي اعمل لي لوج للايز فاليد، شوف هو فاليد ولا لا. طيب تعالى كان زي بسم الله. ادي ام فولس، ام او قال لك ترو، عايزين مينيمم اتنين. تمام. طيب فقال لك ترو، فهو كده رجع الايز فاليد كويس جدا. ممتاز. طيب ادي كده اول جزء بتاعنا تم الحمد لله. خلاص. طيب المفروض ان انا هعمل if condition، وهقول له is valid اعمل لي شويه كده ايه حاجات في السبان وحاجات في الانبوت نفسه. طيب علشان ابدا دلوقتي انا عايز اغير خصائص او كلاسز في السي اس اس، وبيني مش مستخدم اي لايبراري زي البوت ستراب او تيلويند. فانا عندي بيور سي اس اس. فعلشان ابدا اعمل حاجه زي كده بكل بساطه هخش على السي اس اس، وهضيف اقول له دوت جرين. هقول له ان في عندي كلاس اسمه جرين، وكلاس اللي اسمه جرين ده جواه
حاجتين، جواه هيبقى color green، وهقول له ان في border color برضو green، وهعمل زيه كلاس اسمه red، وهقول له برضو color red، والبوردر color برضو red. ايه لازمة الكلاسات دي؟ انا هضيفها على الانبوت بتاعتي، وهضيفها على السبان بتاعتي، تمام، في حالة ان هو true. ادي نخش على الجي اس تاني. يبقى لو هو valid هيعمل لي ايه؟ هقول له احنا خلاص عملنا اللوج وجربناه والحمد لله اشتغل، فكده الفانكشن نفسها شغال. النيم انبوت دوت كلاس ليست دوت اد، ضيف لي اللي اسمه جرين. تمام، تعالى كده نجرب. ادي ام او اتش مثلا. خلاص تمام، شايف ان هو كده بقى اخضر. تمام ممتاز. وعايز اقول له ان السبان، طيب عشان امسك السبان فهي اكتر من اري، فانا عايز امسكها السبان اوف زيرو، الاري بتاعته اول واحده. دوت برضو كلاس، قبل كلاس لسه احنا ما مش ضايفين جواها حاجه، فهقول له دوت انر تكست، يعني ضيف جواها كلام، الا وهو نيم او ذا نيم input is valid. خلاص تمام. وعايز ادي بقى السبان ده كلاس كمان، ادي السبان اوف زيرو دوت كلاس ليست دوت اد برضو، اقول ان هو جرين. ممتاز، تعال نجرب. ادي نمسح ادي ام او اتش، كله تمام. نيم انبوت اسمه. طب لو انا عملت حاجه invalid فهو مش هيشيل الاخضر ده، فانا لازم اقول له لو هو invalid. تعال بقى نعمل else، هنعكس بقى معظم الكلام اللي فوق. هقول له النيم input دوت كلاس ليست، عايز اعمل له ايه؟ عايز اعمل له اد للريد، وعايز اشيل منه ادي نيم input دوت كلاس ليست دوت ريموف، اشيل منه ايه؟ الاخضر اللي هو جرين. تعال نسيف. ماشي، شايل كده جرين. ادي الام او اتش قال لك از invalid. تمام طيب. وعايزين نعمل ايه تاني؟ عايزين برضو السبان بتاعتنا كده خلاص شيلنا. تمام، احنا برضو لو هو valid عايزين بقى ايه نعمل في الايه الانبوت. ادي name input دوت كلاس ليست، وعايزين نعمل لها remove للريد، امسح لي اللي هو الكلاس اللي اسمه ريد عندك. يبقى هو ضاف الجرين وشال الريد، وهنا في كلاس ليست عمل ضاف كلام، وفي السبان قالك برضو اد جرين، وهنعمل هنا واحدة كمان وهنقول له remove، هيمسح الريد، بحيث ان هو يبقى يعمل زي تاجل ما بين الاتنين. تمام. ممكن برضو تستخدم تاجل هي، بس احنا بس ايه بنحاول ان احنا نعمل لك كود بشكل مفصل عشان تبقى عارف كل التفاصيل اللي حصلت فيه. تمام طيب. وادي السبان، ما تزهقش بس مننا عشان الكلام كتير قوي في الايه في الجزء ده. دوت، وادي تكست inner تكست، فهقول له the name input is invalid. لحد دلوقتي كويس ماشي. ونكرر الجزء الخاص بالسبان ده. هنضيف الريد ونمسح الجرين. ممتاز، تعالى كده نجرب. بسم الله، ادي محمد. قال لك ايه name input valid. طيب
هو وانا بكتب عمال يغير ويلون ويعمل وبتاع، فاحنا مش محبذ قوي ان احنا نستخدم النيم انبوت او الفانكشن او الديريفيد listener الخاصه بالانبوت. زي ما اتفقنا احنا عندنا حاجه اسمها خاصيه او فانكشن اسمها بلور، يعني لما ابدا ان انا اشيل الماوس او انفوكس على الجزء بتاعي. فانا دلوقتي كل اللي انا هعمله ادي محمد، اول ما ابدا اشيل الماوس من عليه واروح حته تانية هيبدا ان هو يعمل تيست على طول. تمام، فده افضل شويه. ممكن برضو تعمل كي اب، هي نفس الفكره، ولكن الافضل طبعا هي البلور لانها انسب واحده، بحيث ان هو يكتب يخلص كتابه، اول ما يخلص كتابه ويروح على الجزء التاني ابدا اعمل له تيست ان هو ما زال بيكتب. فمش هو لو هو الراجل بيكتب، يعني كمثال انا لسه بكتب ام، فهتقول لي ان از invalid، طب انا لسه ما كملتش، فهو لازم لما اطلع يقول لي از invalid. تمام. طيب يبقى ده كده افضل لنا كشكل. طيب كل اللي احنا هنعمله دلوقتي ايه؟ هنكرر الجزء الخاص بالفانكشن دي اكتر من مره، الا وهي الاف invalid. الاف is valid هنكررها كتير. تعال اوريك ازاي. ادي كده اول فانكشن خاصه بالنيم انبوت. طيب هناخد بقى كل الفانكشن دي كوبي ونكررها تاني. تمام، ادي فانكشن اولانيه نيم انبوت. الفانكشن التانية عايزين نغير فيها كل النيم انبوت ده كله ونخليه فون انبوت. ممتاز. والنيم ريجكس هنخليه الفون ريجكس. تمام ماشي. ونخلي هنا النيم فاليو نخليها فون فاليو، ونعمل لها هي التيست بتاعنا. سيف. تعالى كده نجرب بسم الله. اه نسينا نغير برضو الجزء الخاص بالسبان. هو السبان المفروض index of واحد. تعالى كده نجرب. قال لك phone input is valid. تمام ماشي. يلا بينا نكرر تاني. طبعا ايه، انا عايز بس اوضح لك فكرة ان احنا بنكرر جزء كبير جدا من الكود. تمام ماشي. تعالى نغير الفون ونخليه الميل input، وادي الفون نخليه الميل regex، وادي هنا بدل الواحد هيبقى اتنين. ايه تاني فاضل لنا هنا؟ فون ريجكس نخليه ميل فاليو. ماشي بسم الله. ممتاز. ادي كده محمد. تمام، فاليد فاليد فاليد، كله فاليد وكله الحمد لله تمام. طيب بص الكود كتبناه في كام سطر؟ كتير قوي، يعني كل الجزء ده متكرر. طيب تعالى كده نشوف ايه الجزء متكرر معانا في كل مره. قال لك والله التيست بتاعك اللي هو if is valid ده متكرر كتير، يبقى احنا ممكن ناخده خالص نشيله ونعمله في فانكشن لوحده. ادي فانكشن اسمها مثلا validation. ماشي هتاخد برامج بس مش دلوقتي. وهقول له لو هو valid ابدأ غير لي كل الكلام ده. ماشي. طيب تعالى بقى نشوف ايه المتغير. هنا احنا كاتبين ايه المتغير؟ الفون انبوت، وهنا النيم انبوت، وعندنا السبان فيها الاندكس هنا متغير. فانا عندي كده متغيرين بيتغيروا معايا كل مره. فانا عندي الفاليو بتاعتي بتتغير، انا اسف الفون انبوت او الانبوت بتاعي هو اللي بيتغير، وعندي كمان الاندكس بتاعي. فبكل بساطه يبقى انا كده في المرحله دي هاخد الجزء ده متغير. تمام. فانا عايز اقول له والله لا خلي بالك ان الجزء ده متغير، يبقى هقول له اي انبوت. وايه التاني متغير؟ الاندكس بتاع الاسبان. يبقى انا عندي الاتنين دول متغيرين. تمام ممتاز. اختصارا بس الكلمه دي ممكن نخليها element عشان تبقى عارف ان دي الجزء الاولاني. طيب يبقى انا عندي الاليمنت متغير والاندكس متغير. ماشي. طيب يبقى انا كده كل مره هنادي فيها على فانكشن اسمها ميل انبوت واعمل لها بلور، المفروض ان هو ينادي لي على الفانكشن بتاعه الفاليديشن او التست دي. طيب المفروض برضو ان انا الايز فاليد دي ده التست بتاعي، فانا عايز ارجعه كل مره، فبرضو التست لازم يكون موجود. فانا هقول له هنا لان ايز فاليد هنا موجوده فهي متغيره من كل عنصر للتاني، فانا برضو لازم ارجع ايز فاليد. تمام. فده العنصر الاولاني هو is
valid. تمام. طيب فانا كده is valid دي المفروض ان انا باخدها من الانبوت بتاعي. فكمثال نيجي دلوقتي على الميل انبوت، هقول له والله ادي validation. الفاليديشن دي بتاخد اكتر من حاجه، بتاخد الايز فاليد كوما، المفروض انها هتاخد معاك الاليمنت بتاعك اللي انا هيتغير اللي هو الميل انبوت، وهتاخد الاندكس بتاعي اللي هو 2. خلاص كده. طيب تعالى بس نعيد الحته دي تاني. انا بالنسبه لي دلوقتي في كل مره كنت بغير الايز فاليد بالتست بتاعي ده اللي هو اصلا التست بتاعي. تاني حاجه بغيرها الفون انبوت، عندي النيم انبوت وعندي الميل انبوت والفون انبوت، فانا عندي 3 متغيرات. والسبان بتتغير فيها الاندكس بتاعها 1 0 و1 و2 لان هي اري. تمام. طيب فانا كده بالنسبه لي عملت فاليديشن للميل، ناقص بس ان انا احط الاليمنت والاندكس. طيب الاندكس هنا المفروض هيبقى مكان الاثنين، فانا هختار كل الاجزاء التانية وهقول له هنا خلي بالك ان ده هيشيل علامه دولار ساين، وهقول له ده هيشيل الاندكس. تمام. وكل ده ما بين تكتيك. وكده هنغير بقى كل الميل انبوت ده ونخليه الاليمنت بتاعي. تمام. طيب وفي الجزء ده بقى احنا هنشيل ده خالص وهنكتب باك تك، نقول له ذا، وادي دولار ساين والعلامتين والاليمنت دوت اي دي، ونقول له is valid، وناخد ده كوبي ونعمله هنا، نقول له بس ان هو invalid. يبقى كده المفروض ان احنا عملنا اول فانكشن لينا، وثبتنا الفانكشن دي انها بتاخد validation على كل حاجه. وبقت عندنا فانكشن واحده بس هي اللي بتعمل validation، وعندي بقى كل مره في الانبوت هو اللي بيتغير. فجربنا كده الانبوت بتاع الميل، تعالى كده نجربه. محمد@gmail.com قال لك is valid. تعالى بقى نغير فيه اي حاجه، نشيل مثلا الاد دي. طيب قال لك is invalid. خلاص ونور احمر وكله تمام. في كل مره بقى يبقى احنا هنشيل كل الجزء ده اللي احنا قررناه بتاع الاف كونديشن او بتاع التيست، وهنقول له الفاليديشن، وبتاخد اول عنصر معانا is valid، ده الريتيرن اللي انا بعمل له ريتيرن للسكشن بتاعي او للفانكشن بتاعتي. تاني حاجه بقول له الفون انبوت، الانبوت بتاعي. تالت حاجه الاندكس بتاعي الا وهو هنا رقم 1. فتعالى كده نعمل تيست. قال لك فون انبوت از فاليد، تعالى نشيل المساحه ده ونعمله. قال لك از invalid. واخر واحد معانا هو النيم، برضو ادي validation، بياخد is valid. التيست بتاعي بياخد النيم انبوت، الانبوت بتاعي الاندكس بتاعه الا وهو الصفر. تعالى نعمل كده فورمات. ممتاز. يبقى انا كده اختصرت الكود بتاعي، بقى عندي الفانكشن الاساسيه بتاعت الفاليديشن وبكررها في كل مره من العناصر دي. ادي محمد وقال لك is valid. تعالى نعمل كمان للتست. ادي محمد @gmail.com. يبقى انا عندي كده التلاتة تيست فاليو او تلاتة فاليو بتاعتي ممتازين جدا، والحمد لله تمام. خلاص. طيب في الحالة دي بقى انا عايز اعمل لو هو كله فاليد، عايز اخلي الاد برودكت يبقى شغال. طيب تعالى نعمل. ادي البي تي ان، وادي دوت اد ايفنت ليسنر، اقول له اون كليك اعمل لي الفانكشن دي. طيب انا عايزه لما مثلا كمثال دلوقتي لما اعمل عليه كليك يعمل لي لوج، واقول له ان هو كليكت. 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 تمام. طيب انا مش عايزه يبقى كليكت لو العنصر بتاعي is invalid، ما يدوسش، ما يشتغلش معايا. فدي احلى if condition. يبقى if condition. خلاص. وهقول له كمثال مثلا ادي اللوج بتاعنا كليكت، لو else اعمل لي مثلا يا سيدي alert. اقول له مثلا input one or more input is invalid.
خلاص، يبقى انا عاوز اقول له ان هو يعمل التيست بتاعه، الكونديشن بتاعتي لو حصلت. لو ترو اعمل لي يا سيدي ان هو كريكت، لو فولس اعمل لي ان هو، اعمل لي alert one or more input is invalid. ممكن كمان نعمل alert هنا نقول له ان هو valid يعني. تمام ماشي، بس دي بس لما اخلص الاول الكونديشن بتاعتي. ما هي الكونديشن بتاعتي؟ بكل بساطة الكونديشن بتاعتي هي كل جزء خاص بالفاليديشن بتاعتي. فانا عندي النيم هنا الفاليديشن بتاعته انا عايز انها ترجع true. ادي كونديشن، ادي بدل ما انا اكتب بقى is valid يبقى name valid للفون، اكني بعمل تيست لكل عنصر لوحده. ماشي، ادي فون valid، واخر واحد معانا mail valid. خلاص، المفروض ان هو بيعمل الريجكس بتاعته، بيعمل لها تيست، ومفروض ان هو بيعمل النيم input دوت فاليو. وهنا الفون بيعمل الفون فاليو، فون input دوت فاليو. والميل بيتست على الميل input دوت فاليو. ادي الكونديشن بتاعنا بقى، هنبدأ نغيره، نقول له النيم valid and phone valid and mail and ادي الميل valid. اللي هو كده ايه كليكت. تمام، تعالى كمان حتى نجرب نعمل ازاي لوج دي النيم valid. تعالى نعمل لوج لكل حاجة نشوفها اصلا بتطلع true ولا لا. ادي الميل valid save. قال لك 3 true. تمام ممتاز. قال لك else لو لا اعمل لي يا سيدي لوج ايرور. ايرور ماشي، نعمل كده كليكت. قال لك 3 true. تمام ممتازين. نضيف هنا كمان برضو حتى لوج نقول له كليكت. تمام ادي كده لوج كليكت كله تمام. طيب تعالى كده نجرب نعمل نمسح ده مثلا ونخليه invalid. تمام، قال لك ايه ايرور. طالما في واحد مش موجود قال لك ايرور. خلاص تمام، تعالى كده حتى نجرب الالرت كمان معانا. جربها تاني ان شاء الله تشتغل. قال لك الايرور اهو. تمام مظبوط ماشي. طيب نمسح بقى كل ده. دي كده الطريقة بتاعتنا اللي احنا ممكن نشتغل عليها ان شاء الله، وعشان تبقى ثابتة معانا. تعالى كده نراجعها مراجعة سريعة. احنا عملنا الاول حاجة، المفروض عندنا فانكشن اسمها validation. دي بتاخد بارامتر الايز فاليد اللي بيتعمل له ريتيرن من كل فانكشن، وبياخد الاليمنت بتاعك اللي هو النيم او الميل انبوت، وبياخد الاندكس اللي هو رقمه كام. خلاص، كل الحاجات دي كلها ضفناها جوه الايز فاليد وعملنا اف كونديشن عليها. لو هو فاليد ابدا ان انت اعمل لي ضيف لي في الانر تكست الاليمنت بتاعك ونقول له ان هو از فاليد. وضيف لي الكلاس اللي اسمه جرين ومسح لي الكلاس اللي اسمه ريد. وفي الالس اعمل لي عكس الكلام ده كله، وضيف لي في الانر تكست الاليمنت اي دي وقول له از ان فاليد. خلاص، وضفنا في كل انبوت عملنا له فانكشن، وعملنا له اد ايفنت listener وعملنا له بلور ان هو يشتغل معاك لما تشيل الماوس او تبدا ان العميل او الكاستمر يبدا ان هو يطلع بره الفانكشن، بره الانبوت بتاعك. خلاص، وعملنا له متغير وعملنا له از فاليد وعملنا له تيست بتاعه، ومررنا كل الحاجات ده في الفاليديشن بتاعنا، وقررنا كل الحاجات دي في كل مره عملناها، وخلينا بس هي الفانكشن الوحيده الفاليديشن اللي تشتغل معاك كل مره. وعملنا فانكشن بتاعه الانبوت، بتاعه البطن انا اسف.
وخليناه ان هو يبقى يعمل تيست الاول، ولو التيست طلع ترو يبدا ان هو يعمل لي كليك، ولو طلع فولس يعمل لي اليرت ويعمل لي ايرور. تمام، ماشي. ده كده الشكل بتاعنا الاساسي. كده يعتبر خلصنا محاضرة النهاردة. ان شاء الله في المحاضرة الجاية هناخد نفس العناصر بنفس الطريقة، ولكن بشكل مختلف عشان ايدك تتعود عليه والمنظر برضو يبقى مختلف معاك. تمام. كان معاك محمد صالح من ام كي فرونت اند اكاديمي. متنساش تشترك في القناة وتتابعنا عشان يوصلك كل جديد. تحياتي، مع السلامة. The right MK for Web Solutions.